الأهلي بيقترب خطوة أخرى نحو الدوري الممتاز المصري. بفوز على سيراميكا كليوباترا 4-1. الأهلي يضع خطوة أخرى للأمام في طريقه نحو اللقب. المباراة بطلها الأول والأوحد والأجمل والأحلى وكل حاجة حلوة وسام أبو علي بأهداف وأسيستات ومجهود بصراحة يعني. بجد 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 لاعب مكسب كبير للنادي الأهلي بأمانة. مهاجم، يا رب يا رب يا رب ربنا يحفظه من أي شيء وحش، هو وفلسطين يا رب. بجد بأمانة أنا مش فاهم كولر عايز إيه بصراحة. التغيير اللي في الدقيقة 90 ولا 92 دوت معرفش إيه الهدف منه. دي حاجة غريبة مش فاهمها، ومتضايق عشان أنا مش فاهمها بصراحة برضو. بالنسبة لسيراميكا كليوباترا أنا في اعتقادي إن أيمن الرمادي غلط لما غير أحمد بالحاج. بصراحة التغيير دوت هو اللي قلب الماتش شويتين بأمانة. يعني التغيير ده تغيير. أنا شايف إن أحمد كان بيلعب جميل جدا. اللعيب اللي أنت نزلته أصلا ما عملش أي حاجة. أحمد كان هو والقندوسي وسيديكو جولا بصراحة كانوا عاملين مثلث نار بأمانة. يعني التغيير اللي أنت عملته دوت أيمن الرمادي بأمانة أنا في رأيي هو اللي اهدى الماتش دوت او اهدى النتيجه الكبيره ديت. هو اللي عمل النتيجه الكبيره ديت. لكن لعيبه الاهلي النهارده بتلعب علشان خاطر الثلاث نقط بس، مش هاممها اداء ومش هاممها حاجه لغايه التغيير اللي حصل دوت. لان الجون الثالث طبعا التاني ضربه جزاء وضربه جزاء، وانا مش فاهم ليه الفار استدعى محمود معروف. ولكن بما ان اللي كان على الفار البيه مجدي، فهو طبيعي ان هو يعمل اي حاجه. يعني هو يعمل اي حاجه وخلاص. بس ضربة جزاء. بعد كده الاهلي برضو فضل مقتنع بالليله، لعب على الهجمه مرتده. الجون الفاول بتاع وسام اللي مدخل منه الجون الثالث كرة جميلة جدا وفاول جميل جدا جدا. والهدف الرابع كرة كورنر مردودة بهجمة مرتدة وسام اسيست لعمر كمال اللي ربنا بيكافئه بنزوله. بأمانة لعيب مكسب كبير لنادي الأهلي. وكنت هزعل جدا جدا لو كان فضل في الزمالك او كان راح الزمالك بجد. يعني هو مكسب كبير لنادي الأهلي وبيأدي من غير ما يتكلم من غير ما يعترض. نزل ما اتكلمش، دخل جول احتفال عادي جدا. ألف مبروك نادي الأهلي. وفاضل إن شاء الله 3 خطوات ونحتفظ بلقب الدوري. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نبارك المباراة الجاية بعد البنك الأهلي اللي ماتشه هيبقى أغلس ماتش ممكن في الماتشات اللي فاضلة الأهلي كلها. يعني أغلس ماتش في الماتشات اللي فاضلة الأهلي كلها كان بعد ماتش المصري. يعني ماتش البنك الجاي دوت هيبقى أغلس ماتش فاضل للأهلي، ونقطة فارقة في خطوات الاهلي نحو اللقب. ان شاء الله خير، والف الف الف مبروك للاهلي والجماهير الاهلي. ويا رب يا مارسيل يا كولر كده تعيد نظر في تفضيلك بين كريم نيدفيد والقندوسي. الف مبروك يا اهلاويه.